بتجنن، ماشي مندوب. ناخذ منه هيك شوي، نجيب شقفة ودي لازم تجربوها بالبيت، لازم كل بد. السلام عليكم اعزائي المشاهدين. اليوم اكلتنا خفيفه نظيفه طيبه، الكل بيحبها، الكل بيحب يسويها بالبيت. حسوي لكم اياها بطريقه سهله، ما حدا يطلع لي على مقاطع على اليوتيوب يشوفها صعبه وما بعرف شو يتخطى ويعمل، الكل حيقدر يسويها. تعالوا نسويها سوا. عندنا هون دجاجه نظيفه مرتبه، طبعا الصاب مرتب. نجيبها اول شيء لازم نقطعها، ننظفها منيح كثير، نقدر هيك بالنص. الطرف الثاني اهم شيء مشان تستوي نعمل لها هيك، نجرحها بالسكينه تجريح كثير بسيط. هاي مشان شو؟ مشان تنتهي. خلاص بس هيك حطها. الفخده بنشيلها، هي الجلد هاي زياده ما لها طعم. انا يا جماعه الجناح بعيفه هيك على حاله، ما بحب يعني انه تبتك فيه واسمه وقطعه، ما في داعي جرحه بستوي. الصدر ناخذه نصين مثل ما بنحب، يعني ناخذه نصين اول شيء لسهولة اكله ولحتى يستوي بسرعة معنا. هلا الدجاجة صارت مقطعة وخلصة، بس لازم نغسلها، نغمرها هيك بالمي، نحط فيها هلا شوية شوي خل ومنحط شوية ملح ومنعيفها شغلة نص ساعة عشان الفروج ينتهي معنا على الاستواء. هلا المرحلة الثانية بنقشر بطاطا وبنقطعها. نقطعها هيك بهالطريقة هي بحيث يطلع معنا كل البطاطيات نفس الشكل نفس الحجم تقريبا. هلا بنجيب الفروج بعد ما نقعناه شغلة نص ساعة، بنجيبه بنصفيه بنغسله منيح. طبعا فيكم تنعوا أكثر من هيك بس أنا ما عندي كثير وقت، بنغسله كثير منيح عشان الملح والخل. شوفوا لونه يا جماعة من الخل. طبعا أنا بدي أضيف معه بالصينية بس بصل، فليفلة وثوم فقط، هدول الشغلات اللي بحبها يعني بصراحة. في ناس بتضيف معها خضار، بتحب تضيف معها، يعني هي شغلة بترجع للذوق، بس أنا ما بحب كثير شكل معها قصص، يعني بحب البصل بس والفليفلة وأيام بضيف بندورة أيام لا، بس هلا مو جاي على بالي. وثوم، طبعا الثوم كثير مهم يا جماعة، الثوم وطيب كثير طبعا، بيعطي طعم كثير طيب، يعني هو أساس الأكل بالأخير. شو حل تقطيع الثوم؟ ما بدها، سهلة كثير. هيك بس هيك يا جماعة، هيك كبسة هيك، شايفوا؟ يعني ما في داعي، انا هاي الطريقة بصراحة بشوفها اسهل شيء، او بالسكينة اكيد، بس انا هيك بشتغل. هلا بنجي للتتبيلة. بنجيب اي شيء غميق، اي شيء، او فينا نستعمل الخلاط. انا الخلاط عندي بالبيت حاليا مرتي كاسته، فبنجيب اي شيء غميق يعني عشان التبلة نعمل فيه التبلة. أنا كاسرته يعني أهم شيء التبلة يا جماعة. إيه طبعا أنت كاسرتي لك مين؟ أنا؟ كسنسي أهم حادث سير. هلا أهم شيء بالتبلة إنه ما نحطها دايركت على الأكل، لا، أول شيء بنجمعها كلها بنخلطها مع بعض وبعدين بنحطها يا جماعة عشان النكهات كلها تكون مع بعض، لأن إذا حطيناها شلناها وحطيناها على الدجاج وهيك فما رح تاكل التبلة كلها. مقادير التبلة يعني ما يقصها، ما هي شغلة صعبة أبدا، يعني كل واحد فيه يحط الشغلات اللي بحبها، يعني الأنواع المفضلة عنده، بس في شغلات أساسية يعني مثل أكيد الملح، يعني مفروغ منه أكيد لازم ينحط مع كل أكلة. يعني حط هيك كافي ملح. في ناس بتضيف كزبرة وفي ناس لا، أنا بحب الكزبرة بصراحة. بنحط شغلة
معلقة وشوي كمان، ما نتقل لأني صايمين والدنيا رمضان وبضيع مي بالليل. بهارات دجاج حط معلقة وشوي. فليفلة حدة أو حلوة على كيفكم، هي شوي حدة بس في هلا صنف ثاني بدي أضيفه بفرجيكم إياه. طبعا في أنواع لبهارات الدجاج استعملوا اللي أنتوا بتحبوه، بس هذا النوع أنا مفضل جدا عندي. هذا بهار دجاج مدخن كثير بيعطي طعمة طيبة كثير يا جماعة. بنحط منه وبندعم معلش نسخة يعني. حط معلقتين ملح منه هيك. زنجبيل مطحون، هذا ما في داعي نكتر منه كثير بس بيعطي طعمة طيبة. حط شوي يعني شوية، معلقة نص معلقة. معلقة كاري. بهار أبيض شوي كمان ما بنكتر كثير. وهلا بنيجي على المكون الأساسي والمفضل عندي، يعني تقريبا بكل أكل لازم يكون موجود. عمنا الحد. هذا يا جماعة حد سليماني، يعني تاكلوه بتدعولي. هذا لازم نضاف على الأكل يا جماعة. الأكل بدون حد مو ظابطة بالأخير. طبعا دعموها بالتبلة، دعموها، هي الأكلة بدها تبلة. حكات أبو نجيب بلاها. الثوم بناخذ منه تنتين بس منه حزوز عشان الطعمة. بنحطهم هون معلش. حزوز بدنا اياهم نحن، حزوز اصلا ما بدنا نطحنه. تنتين بس يا جماعة، بس تنتين. وسنين نطحنه. إذا حبيتوا تحطوا سنان صحيحة، حبيتوا تكتروا توم ما في مشكلة، بس لأني إحنا برمضان يعني مشان هيك ما عم كتر كتير توم. خلصنا البهارات. هلا بنجي بنضيف عليهم زيت زيتون طبعا. بنحط، ما في داعي للمكيال يعني، خلص بنحط هيك مقدار إنه يعبي التبلة. معلقة لبن شوي كمان، ومعلقة دبس فليفلة حدة. هي نحن عنا الحلبية ما بتنقطع من البيت، ما بتنقطع معلش. وبنحط كمان ندعمها. إذا بتحبوا ضيفوا لها كمان معلقة دبس بندورة، ما بتحبوا بلا، أنا ما كتير بحبها بصراحة. هلا بنخلط كثير منيح لحتى المكونات تتجانس مع بعضها. طبعا انتوا عملوها بالخلاط يعني أكيد أسهل بالخلاط أكيد، بس مع الأسف الخلاط عندي بالبيت مكسور. هلا حنضيف شوية ليمون، ما راح نكتر كتير مشان ما تمرمر الأكلة. شوية ليمون يعني مقدار نص ليمونة كافي. حط الدجاج مع البطاطا، كل الحبشكلات مع بعض. ما بدي تبل البطاطا لحال والدجاج لحال، كله نفس التبلة. هلا لازم نحطها بالبراد هيك ساعتين، خليها تهدى، التبلة كلها هيك تتشرب بالاكله. اي شيء على كيفكم يعني، شيء مرتب يا جماعه. طلعناها بعد ساعتين. انتم طبعا فيكم تحطوها معكم ل 24 ساعه، فيكم تحطوها تمام، بس نحن ساعتين كافي لان ما تم عندنا وقت كثير للفطار. طبعا التبلة، ريحه التبلة شيء لا يوصف. نشيل عنا النايلون، نجيب صينيه فرن، نحط عليها ورقه زبده طبعا كثير مهم. نجعلكم تمام هذا نافش. نصف اول شي البطاطايات منيح. نصفها الدجاج يا جماعه ما عم بقلي بلا يمين على هالريحه هاي بتاكل نيات. هلا شو بنعمل يا حبايب؟ أول شي بنحط ورق الزبدة ثاني على الوش مشان ما يلزق الجلد. بعدين بنحط فوقها السلوفان. هلا بنيجي يا جماعة على الفرن. الفرن عندي أنا هون محميه شوي وحاطه من تحت على درجة 250 بس من تحت، أول نص ساعة بس من تحت يا جماعة. أول نص ساعة. ليش؟ لحتى تستوي أول شي البطاطا. بس استوت البطاطا بنعليه للنص، بنحريفه كمان نص ساعة 3/4 ساعة بكون عنا الدجاج انتهى.
مستوي. بعدين 10 دقايق بس من فوق عشان يتحمر الوش وخالصين. بس وصلت الأكلة بنرجع. هلا بنطلع عليها شوي بعد ما كشفنا عليها. يا عيني يا عيني. تذكرتوها هي التبلة تمت معنا شوي. هي بنحط منها هلا شوي على الوش مشان شو؟ مشان تعطينا شكل طعمة جنة تحمرها. يلا هيك الصينية بكون عنا يا حبايب جاهزة. بسم الله صار وقت الذوق. ايه هاكلك منين يا بطة يا جماعة. الدجاج إذا ما عم بيطلع هيك معناتها شو مو مستوي. هيك بيكون منتهي. يا رب بسم الله. جنن. المكون الأساسي ماشي ندوق. ناخذ منه هيك شوي. نجيب شقفة سخنة هيك. يا إلهي على الحدودية. والبطاطا منتهية. ودي لازم تجربوها بالبيت. لازم كل بد. وهيك يا جماعة تكون خلصت أكلتنا لليوم. بتمنى تكون عجبتكم. وإذا عجبتكم لا تنسونا الموضوع تحت لايك دعم شير، يعني تعبنا فيها ودعمونا. سلام.